التدريب في المنزل واللي ناس كتير مش بتكون واخده بالها او ما عندهاش التفاصيل الكامله. التدريب في المنزل عشان اجي امرنك في البيت ليه متطلبات، ده رقم واحد. رقم اتنين، التدريب في المنزل ده متاح لمناطق معينه مش لكل المناطق. رقم ثلاثة، ودي اهم حاجه واللي بسببها مصور الفيديو ده، هو ان معظم البنات او السيدات بيكونوا فاهمين ان المدرب رايح يمرنها في المنزل يعمل معاها علاقه. من الاخر عشان اكون صريح، بصي انا مش مشكلتي انك قابلت شخص شمال اذا كان مدرب او اي شخص ايا كان، او انك بتفكري بطريقه شمال، دي مش مشكلتي تماما، دي مشكلتك انت حلها بمعرفتك. انما انا بالنسبه لي، واعوذ بالله من كلمه انا، الشغل بالنسبه لي هو مجرد شغل فقط لا غير. يعني سيان هتتمرني في المنزل، تتمرني في الجيم، ايا كان المكان اللي هتتمرني فيه، فانت بالنسبه لي مجرد عميله، وانا المدرب بتاعك بساعدك انك توصلي لاهدافك. يعني مش هيكون في ما بيننا اي حاجه خارج الشغل نهائي. ليه؟ انا كده في شغلي، الشغل بالنسبه لي شغل، والحياه الشخصيه دي خاصه بي انا، ما حدش ليه علاقه بيه، فاهماني؟ انا مش عايزك تقلقي خالص انك تتمرني في المنزل. والحاجه اللي كمان اللي لازم تكوني عارفاها، ان حتى التدريب في المنزل لو انت واحده عايشه لوحدك مش هاجي امرنك في البيت، ولو شخص من اللي هم العيال البسكليت لا مؤاخذه برضه مش همرنك، فاهماني؟ معظم الناس اللي بمرنها في البيت دي ناس انا اعرفها معرفه شخصيه، او كانت جايه عن طريق ناس انا بمرنها تدريب شخصي. بعد بقى ما وضحت لك القصه دي كلها، الحاجه الاهم من كل ده، لو انت شخص عايز تتمرن في البيت لازم تكون فاهم النقطه دي كويس جدا، هو اني مش هبذل مجهود مع شخص ما عندوش استعداد يبذل 1% انه يتطور. يعني ايه؟ يعني مش هروح امرن واحد لمجرد ان هو دافع لي فلوس، لا، انا عايزك توصل لنتائج. ليه عايزك توصل لنتائج؟ لان انت بتساعدني في تكبير شغلي، في وصولي لعملاء تانية، فانا من مصلحتي انك توصل لنتائج. انما في ناس بتكون بتضيع وقت، اللي هو انا المدرب بيجي لي والدنيا جميله، لا، انا الناس دي مش عايزها. لو انت عايز تستفيد بكل جنيه بتدفعه، وخصوصا ان سعر التدريب في المنزل مش قليل ومش عالي بس مش قليل، فليه ما تستفيدش بكل جنيه بتدفعه؟ ليه ما تطورش من صحتك وتحسن من نفسك؟ ليه؟ ما انت طالب المدرب ليه؟ يعني معاك شويه فلوس بتضيعهم، ضيعهم بعيد عني. هتلاقي مدربين تانية كتير ضيعهم بعيد عني. مش هنزل امرن حد في جيم ولا هروح امرن حد في البيت الا اذا كان عايز يتطور، لان البرامج الجديده والدنيا الجديده كلها فيها معدلات تطوير. وبص، عايز اقول لك في تقييمات كل يوم بالنسبه لي. يعني اي عميل هيتمرن ليه تقييمات كل يوم، والعميل اللي هلاقيه مقصر 1%، مش هقول لك بقى 50%، 1%، هلغي له اشتراك ايا كان مين هو وايا كان الرقم اللي بيدفعه. انا واعوذ بالله من كلمه انا، غير اي مدرب ممكن تتعامل معاه في حياتك. هتدفع جنيه هتخليك تستفيد بيه بنسبه 200%، انما هتأثر يعني دي فيها كلام تاني. اتمنى كده تكون الرساله كلها وضحت والرؤيه وضحت للناس، ومحدش يقول لي اصل انت جد قوي. حبيبي انا بقدم لك خدمه، وانت طالما قبلت بالخدمه يبقى تركز انك تاخد خدمتك متكامله. بس حياتي انا الشخصيه دي ما تخصكش تماما، انت اللي يخصك انك تاخد خدمتك متكامله، انك تتطور، انك تتحسن. ده اللي انا عايز اوصل له معاك. فهي تساعدني ان احنا نوصل لهدفك بالتزامك، يا بناقص خالص وفر فلوسك. انا بقول لك وفر فلوسك، او هقولها لك بمعنى تاني، وفر فلوسك معايا، اشترك مع حد تاني واتبسط وقضيها وبتاع. لكن انا واعوذ بالله من كلمه انا تاني، لو ما عندكش استعداد تبذل مجهود انك تتطور، بالنسبه لي مش هيكون انسب حاجه ان احنا نتعامل مع بعض. اتمنى كده تكون رساله وصلت للناس كلها، ويا رب الناس تفهم انا اقصد ايه، عشان الناس بتكون فاهمه موضوع المدربين غلط. انا مش مشكلتي ان انت قابلت مدرب شمال او انت قابلتي مدربه شمال، دي مش بتاعتي خالص. على فكره موضوع التدريب في المنزل ده مش اي حد بيقدمه، ومش اي حد يعرف يمرنك في البيت، ومش اي حد يقدر ان هو يساعدك انك تتطور في البيت. وده اللي انت ما تعرفوش، لان تدريب البيت غير تدريب الجيم تماما، والموضوع مختلف تماما. وقلنا وذكرنا كتير ان التدريب في المنزل ده خاص بناس معينه، الناس اللي عايزه تحسن صحتها، الناس اللي عندها مشاكل في الخشوع عايزه تقوي نفسها، الناس اللي عايزه تخس مفيش اي مشكله. لان انا مش بتابعك في التمرين بس، حضرتك انت بيجيلك فريق متكامل البيت، انت بيجيلكش مدرب، انت بيجيلك فريق بنتابعك في كل حاجه، تمرين، تغذيه، الفيتامين بتاعتك، لو بتستخدم مكملات حتى بنتابعك فيها، لو بتاخد علاج بشوف ايه العلاج اللي انت بتاخده، ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. الموضوع مش مجرد ورقه وبديها لك واقول لك التزم بيها واجي وتعمل شويه حركات وتاخد بعضك وتمشي، لا، الموضوع مش كده، الموضوع اكبر من كده بكتير. وده اللي مش واصل لك. برضو في ناس بيكون عندها خشونه، بتيجي تقول لي قول لي شويه تمارين اعملها. حضرتك انا ما اقدرش اقول لك شويه تمارين، انت مش شخص عادي هتروح الجيم اقول لك اعمل 1 2 3. حضرتك انت عندك مشكله، والمشكله دي لازم الشخص يكون واقف معاك عشان ما تعملش حركه غلط. لان انا ممكن اقول لك اعمل 1 2 3 تروح تعملها غلط تتاذي اكتر ما انت مأذي. طب ما ليه؟
نبدا صح، الدنيا هتبقى جميله والدنيا هتبقى زي الفل. شيلي من دماغك حته ان المدرب جاي يعمل معاك علاقه جنسيه، عشان نكون صراحه مع بعض. اتمنى كده تكون رساله وصلت. سلام.